ولع، الملعب ولع. مساء الخير، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. باختصار كده النهارده طالع اتكلم عن ماتشين، ماتش الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا. بس قبل ما ابدا اتكلم عن الماتشين دول، ده اول فيديو ليا على السوشيال ميديا على قناه اليوتيوب، قناه الملعب ولع. عايز الناس تخش تعمل لي السبسكرايب الجميله بتاعتك، تفعل الجرس الحلو بتاعك، عشان ايه؟ اي حاجه من اللي هنزلها جديده، المحتوى بتاعي ليه علاقه بالكوره، بنزل فيه هنزل فيه حاجات كتيره ان شاء الله ليها علاقه بالكوره، سواء قصص انديه، قصص منتخبات، قصص لعيبه، تصريحات مهمه بتتقال قبل الماتشات، كلام داير على ما بين الناس على حاجه معينه هتحصل، زي ما هنتكلم النهارده عن ماتش الزمالك وبيراميدز كده يعني. وبرده في جزء للجيمنج كارير مود فيفا 25. فيعني في حاجات حلوه هتحصل كده نقدر نقدمها والناس تتفاعل معايا فيها باذن الله. فما تنساش تخش على لينك القناه في الكومنت، تعمل لي السبسكرايب بتاعك وتفعل الجرس. ده اول حاجه النهارده هنبدا نتكلم فيها. ماتش السيراميكا والاهلي هو بالنسبه لي انا مش داخل اتكلم بالاخص على الماتش، انا داخل اتكلم على عماد النحاس والكلام اللي داير المدرب الجديد. جوميز هيجي من الفتح، المدرب اللي بتاع اورلاندو بايرتس، حاجات كتيره كده دايره ومش عاجباني انا من وجهه نظر انا. انت ماشي من بعد ما كولر خلاص مشي، انت جبت عماد النحاس. عماد النحاس قدر في 3 ماتشات يخليك تجيب 12 جون، ليك شكل في الملعب، الحته الهجوميه الحمد لله الحمد لله عظمه. يعني انت بتتفرج على امام دلوقتي، الحريه اللي واخدها جوه الملعب من نفس الكلام بن شرقي، تحس ان هو يعني كان ما صدق ان كولر مشي. نفس الكلام وسام ابو علي، نفس الكلام. اي نعم جراديشار ما بياخدش الفرصه اللي كان بياخدها قبل ما كولر يمشي، بس الحته اللي قدام عندك مع وجود زيزو كمان وتريزيجيه، الموضوع عندك هيبقى في حته تانية. فشايف ان بعد الاداء ده كله والنتائج الثابته الفتره اللي فاتت دي، مش مستاهله دلوقتي انك تخش تروح تدور وتجيب مدرب جديد عشان تلعب. عارف ان الفتره ما بين كاس العالم للانديه ونهايه الدوري مش كبيره، بس برضه هو اللي موجود دلوقتي معاك هو اللي حافظ اللعيبه وعارف الدنيا هتبقى ماشيه معاهم ازاي، وعارف يطلع اللي عندهم كلهم. لكن اللي جاي ده الله اعلم، هو يا صابت يا اتنين عور يعني. فالموضوع مش هيبقى لطيف معاك لو جبت واحد داخل مش عارف النظام بتاع الفرقه، لسه هياخد وقت، محتاج وقت كبير قوي. الكلام ده كان ممكن يبقى بعد كاس العالم للانديه. انا وجهه نظري في حته وجود عماد النحاس الفتره اللي فاتت دي، ان هو يستمر حتى لما الدوري يخلص، يستمر ويخش معاهم كاس العالم للانديه وياخد التجربه، ويبقى حتى المدرب اللي في كاس العالم للانديه معاك يبقى مدرب مصري. وبعد كده انا عارف اداره الاهلي دايما ما بتحبش تجيب غير اجانب، بس خلاص انا وجهه نظر انت في امر واقع تجيب الشخص اللي موجود دلوقتي هو اللي يستمر، وهو عامل اداء اصلا كويس جدا. مش مستاهل خالص انك تشتت اللعيبه وتشتت الفريق كله بانك تجيب لهم مدرب اجنبي دلوقتي. لا، يكمل ويخلص الدوري بتاعه ويخش كاس العالم للانديه، وبعد كاس العالم للانديه على حسب المردود بتاعك او اللي انت شايفه التقييم بتاعك ليه، يبقى هو اللي وقتها تقدر تقول انا اقدر اشيله او واجيب مدرب اجنبي او اخليه يستمر، على حسب النتائج اللي هتكون موجوده الفتره اللي جايه دي. مع ان النتائج اصلا من وقت ما مسك او من وقت ما بقى موجود مع الفرقه، مش شايف ان لا ان في حاجه غلط في الفرقه، لا ده الاداء بقى احسن. الناس بتاعت نص الملعب بتاعتك، واحد زي مروان عطيه ده ما كنتش قلب الفتره الاخيره بتاعت كولر، عامل زي حسام عاشور، برجع لورا بس، باص لورا بس، رخصه لورا، ما بيطلعش خالص لقدام. لكن دلوقتي انت بتبص عليه، لا بيخش وبيروح وبيشوط وبيوصل كور اماميه كويسه وبيمين وشمال، والدنيا معاه كويسه جدا. ليه بقى ان يعني نحبط الناس او نحبط اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي بان احنا نجيب لهم مدرب لسه هيخش ويتفرج ويشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي ويبدا يختار ويعجبه ده وما يعجبوش ده؟ لا، هو اللي موجود عارف وحافظ كل حاجه، يكمل ويخلص، وبعد كده نبدا نشوف ايه اذا كان هنجيب مدرب اجنبي او اللي موجود ده يستمر. دي وجهه نظري في حته عماد النحاس والمدرب الاجنبي الجديد اللي هيجي الاهلي. نيجي بقى للحته اللي ليها علاقه بماتش الزمالك وبيراميدز وحسم الدوري والزمالك هيفوت الماتش للبيراميدز عشان بيراميدز يفوت ماتش نهائي الكاس للزمالك، وتبقى هنا مرضيه وهنا مرضيه، والاهلي يبقى خد على وشه في الاخر. مفيش حاجه اسمها كده. كده كده الاهلي هو متصدر، وان شاء الله باذن الله بعد ما يكسب النهارده سيراميكا هيبقى كده كده برده الفرق هيبقى الفرق نقطتين. بس المشكله ان الزمالك النهارده لو بنتكلم على الحته اللي هي يفوت، هو لو فوت الماتش هو في كارثه. ان هو انت ممكن المركز اللي انت فيه ما تروحش حتى كونفدراليه، مش تكمل في افريقيا، ما تروحش كونفدراليه. فيعني بيتهيالي يعني حته ان المراهنات والحاجات اللي بنسمعها الفتره الاخيره دي هي متواجده، وفيها انديه كتيره بتخش فيها، وفيها لعيبه كتيره في مصر بتخش فيها.
بس ما توقعش ان لعيبه الزمالك ان هي تعمل حاجه زي كده او تتساهل عشان فرقه تاخد الدوري او حاجه زي كده. لا، مش بيتهيألي، مش دي من وجهه نظر انا، مش دي العقليه اللي يبقى المفروض نادي الزمالك يبقى فيها او لعيبه الزمالك تبقى فيها. بس كده، ده كان توقعي وجهه نظري للماتشين. عماد النحاس يكمل مع الفرقه اللي بعد كاس العالم للانديه، وبدايه السيزون ان شاء الله مدرب اجنبي بقى جديد يجي يفلتر هو براحته. الاهلي وسيراميكا النهارده ان شاء الله الاهلي هيكسب 1-0 او 2-0. الناحيه الثانيه الزمالك وبيراميدز، اتوقع الزمالك هيكسب 2-0 او 2-1. مفيش حاجه اسمها افوت ماتش، انا هديك الدوري انت تاخد الكاس. دي من عبثيات كره القدم. اللي بيتفرج او بيفهم كوره هيفهم ان مفيش حاجه اسمها كده مع الفرق الكبيره. اتمنى يا رب تكون الحلقه دي كده في الخفافي سريع كده عجبتكم. دي كانت حلقه النهارده. ما تنساش بقى زي ما قلنا في اول الفيديو تخش على اللينك بتاع قناه الملعب ولع على يوتيوب، وتعمل السبسكرايب واللايك بتاعك الجميل.